أقدم لك حوار آخر بين الأم وطفليها أثناء قراءة الكتاب، مع التركيز على تطوير الحوار وإضافة بعض التفاصيل. يبدأ الحوار بصوت الأم الدافئ وهي تقرأ ببطء ووضوح. الأم: وعندما وصلت الأميرة إلى الباب السري في الحديقة، وجدت مفتاحا ذهبي صغيرا يلمع تحت شجرة الورد. يتدخل صوت الولد المتحمس: الولد: يا أمي، مفتاح ذهبي! هل يعني هذا أنه سيفتح صندوقا مليئا بالذهب والجواهر مثل قصص القراصنة؟ الأم تبتسم: ربما يا حبيبي، لكن الأميرة لم تكن تبحث عن الكنوز. هيا نستمع لنعرف ماذا كانت تبحث عنه. تتابع القراءة بنبرة مشوقة. أمسكت الأميرة بالمفتاح الصغير بيدين مرتعشتين، وأدخلته في القفل الصغير المثبت على الباب الخشبي القديم. وفجأة تتداخل البنت بصوت هادئ ومترقب. البنت: هل سيصدر صوتا عاليا عندما ينفتح الباب؟ هل سيصرخ؟ الأم تخفض صوتها قليلا لخلق جو من التشويق. وفجأة سمعت صوتا خافتا قادما من خلف الباب. لم يكن صريرا أو صراخا، بل كان أشبه بدقات قلب. تيك تاك، تيك تاك. الولد بصوت عال قليلا: دقات قلب؟ قلب من؟ ربما قلب الوحش الذي يسكن في الحديقة السرية. الأم تضحك بخفة: وحش بقلب يدق؟ يا لك من قاص ماهر يسمى الولد. لكن دعونا نرى من يملك هذا القلب. تستأنف القراءة. ترددت الأميرة للحظة، وضعت أذنها على الباب لتتأكد من الصوت، لكن فضولها لمعرفة السر الذي يخبئه الباب غلب خوفها. دفعت الباب ببطء شديد. البنت تهمس بهدوء: يا أميرة، ربما هناك من يراقبها. الأم تتابع القراءة بصوت يزداد حماسي. وعندما انفتح الباب بصمت، لم تجد الأميرة كنزا متلألئا ولا تنينا ينفث النار، بل وجدت. تتوقف الأم عن القراءة وتنظر إلى الطفلين بابتسامة فضولية. الأم: الآن تخيلوا معي، باب سري في حديقة، مفتاح ذهبي، صوت دقات قلب. ماذا يمكن أن يكون خلف هذا الباب؟ فكروا بأغرب الأشياء. الولد: ربما نفق سري يؤدي إلى عالم آخر، عالم فيه مخلوقات عجيبة. البنت: أو ربما غرفة مليئة بالكتب القديمة التي تحكي قصصا سحرية. الأم: تفكير، يا له من خيال واسع. أحب أفكاركما، لكن القصة تأخذنا إلى مكان مختلف تماما. هل أنتما مستعدان لسماع المفاجأة؟ يجيب الطفلان معا بفضول: نعم، أخبرينا. الأم تتابع القراءة بنبرة مفاجئة ودهشة: بل وجدت مرآة كبيرة معلقة على الحائط المزخرف بالورود المتسلقة. وعندما نظرت الأميرة إلى المرأة، لم ترى صورتها المعتادة، بل رأت وجها لم تعرفه من قبل. وجه امرأة عجوز حكيمة بعينين عميقتين تملؤهما الطيبة والغموض. الولد: امرأة عجوز؟ لماذا تظهر في مرأة في مكان سري؟ هل هي ساحرة؟ البنت: ربما هي روح طيبة تحرس الحديقة. الأم توضح: ربما القصة لم تخبرنا بعد، لكن وجود مرة في هذا المكان الغريب يثير الكثير من الأسئلة. ماذا يمكن أن يكون سر هذه المرأة؟ ولماذا ظهرت فيها هذه العجوز؟ يبدأ الطفلان في طرح المزيد من الأسئلة وتبادل التخمينات حول هوية العجوز ودور المرأة في القصة، وتشجعهم الأم على التفكير النقدي وربط الأحداث ببعضها البعض. الأم: بعد فترة من النقاش، أرى أنكما تفكران بعمق في القصة، وهذا رائع. الآن هيا بنا نكمل لنرى كيف ستتفاعل الأميرة مع هذه المرأة الغامضة، وما هو السر الذي تخفيه المرأة. تستأنف القراءة بنبرة هادئة ومستمرة. وصلنا إلى نهاية حكايتنا الشيقة لهذا اليوم. إذا استمتعتم بهذه المغامرة وأردتم أن تشاركوا معنا المزيد من القصص الممتعة، فلا تنسوا التفاعل معنا بالإعجاب والتعليق على الفيديو. والأهم من ذلك، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد أولا بأول. دعمكم يعني لنا الكثير ويشجعنا على تقديم المزيد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في قصة جديدة قريبا.